مساء الورد. يوم سعيد على الأهلاوية، حزين على الأسيوطية. الأهلي، حرس الحدود، بيراميدز، فاركو. مبروك للأهلي طبعا، هارد لك لبيراميدز. نقول لحرس الحدود ألف شكر. حرس الحدود حرفيا كسرت بيراميدز الماتش اللي فات، نازلة ماتش الأهلي مش قادرة تجري، وهناك الناحية التانية بيراميدز شرح خلصوا على بعض هما الاتنين. بيراميدز لسه عندها برضو قصة ثقافة عدم الحفاظ على الانتصار، عدم الحفاظ على البطولة. يعني اتوقع بعد ماتش فاركو هيحصل خربطة شوية في موضوع بيراميدز. الاهلي طبعا كان متوقع. الحاجة الوحيدة اللي انا فرحان فيها او فرحان بيها ان انا ما بشوفش كولر على خط الملعب. استريحنا منه ومن شره يعني. حتى لو الاهلي خسر انا فرحان، اهم حاجه ان كولر ربنا ريحنا منه. انا بقى رسالتي لحرس الحدود بعد الشكر، يعني انت فرقه ما بتلعبيش لا على هبوط ولا على بطوله. يعني خلاص الناس اللي زي حرس الحدود واللي زي فاركو لا هم بيلعبوا على الاربعه الاوائل ولا هم بيلعبوا على الهبوط، ضمنوا عدم الهبوط وضمنوا البقاء في الدوري. انت بقى ما بتلعبش كوره ليه؟ يعني امبارح حرس الحدود ما لعبتش ب6 جنيه كوره. مدين الملعب للاهلي، بيتفرجوا على الاهلي امبارح سيطر، عمل ماتش حلو. مش عشان الاهلي حلو، الاهلي بقاله سنين كده وهي نفس التشكيله، ما جبناش احنا حد جديد يعني. هي قصه ان حرس الحدود كان سايب الدنيا خالص ليه؟ طيب يعني شكرا ليك وكل حاجه، وعملت معانا الواجب وكسرت بيراميدز الماتش اللي فات وجاي مش قادر تتنفس لا انت ولا هو، بس ليه؟ يعني انت امبارح ما بتلعبش كوره ليه؟ شيء غريب بصراحه. طبعا الفرصة بقت متساوية. اتوقع دلوقتي الاهلي والزمالك وبيراميدز حظوظهم زادت، والزمالك على الاقل لو مش دوري يبقى مركز تاني ويروح يلعب دوري ابطال، يعني بعيد بقى عن الكونفدرالية بقى والكلام الفاضي وسلبنتوش وما سلبنتهوش ده واولاد ابو اسماعيل. نبعد شوية عن الكونفدرالية. فرصة الزمالك حاليا في دوري ابطال افريقيا، خصوصا ان المطوشه اللي جايه البيراميدز ضرب نار. يعني هيركع ان شاء الله. البنك الاهلي، سيراميكا، الزمالك، يعني لو تعادل كل ماتش الامور معاه هتفلت خالص. يا رب يا زمالك، يا رب يا زمالك تطلع تاني. مش هقول لك اول عشان عايز الاول طبعا الاهلي، بس يا رب تطلع تاني او حتى تفوز بالدوري، يعني نفضل انا وانت بس اللي في الصوره. ماتش الزمالك ان شاء الله يبقى ماتش قوي. انا حيران للزمالك بصراحه. حسبة الزمالك محتاجه فوز، وهيلعب مع البنك الاهلي برضه طارق مصطفى عنيف. فان شاء الله الامور طيبه مع الزمالك، وان شاء الله طالع فوق معانا ان شاء الله.